يا جماعة عاملين ايه؟ انا دكتورة مريم فؤاد، اخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. النهاردة هنتكلم عن انواع الكافيين، ايه الوقت المناسب وكام مرة اقدر اخده في اليوم. طيب لو انا عندي 3 اختيارات، الشاي والقهوة ولا النسكافيه اللي هو 3 in 1 ولا الكافي ميكس. تعالوا طيب نشوف المكونات بتاعة الحاجات ديت. طيب لو انا معايا نسكافيه اللي هو 3 in 1 او كافي ميكس، الحاجات دي بيبقى عبارة عن ميكس ما بين سكر ومعانا كافي ميت او الكريمر والنسكافيه نفسه. طيب فهي الحاجات دي ان هيلثي، لان الكريمر ده دهون مشبعه والسكر هيعلي معايا مستوى السكر، يعني علينا السكر وعلينا الكوليسترول ومخدناش اي فوائد خالص. فاذا يعني الشاي او القهوه ساده او النسكافيه بلاك وحط عليه لبن افضل من اللي انا يبقى دوت اللي انا اخده، افضل من اخدهم ساده شاي او قهوه، افضل من اللي انا اخده 3 الوان او اخده مثلا اللي هو كابتشينو او اخده كافي ميكس. الحاجات دي هتبقى التانية هيبقى افضل منها. طيب ايه افضل وقت اشرب فيه الكافيين؟ ما يكونش على الريق، بلاش نشرب كافيين على الريق طبعا عشان هيعمل لي قرحه في المعده. يعني يا بعد الفطار او بعد الاكل مثلا بساعه بساعتين هيكون افضل. طب ايه الكميه؟ هشرب كام كوبايه في اليوم؟ من كوباية ل2 في اليوم، ويمكن الاستغناء عنهم، يعني هو مش اجباري، هو حسب الرغبة. دمتم سالمين.